السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة القطايف متعودين كل سنة بنعملها مع بعض. فالسنة دي هنعملها بطريقة جديدة بقى، هنعملها بدقيق السميد، بتبقى طعمها تحفة وجميلة جدا، بتفضل معاكي طرية ومقرمشة لحد آخر قطايفية هتاكليها. يلا بقى تعالوا نسمي الله ونشوف بقى المقادير بتاعتنا. هنعمل ايه؟ معايا كوبايتين من الدقيق، هنحطهم في الخلاط. لو انت عايزه تعملي في البوله اعمليها في البوله. الكوبايه التانية من الدقيق، كده حطينا كوبايتين من الدقيق، وهنحط معلقتين على كل كوبايه من الدقيق، معلقه دقيق سميد، معلقه خميره فوريه ممسوحه. لو انت هتعملي كوبايه واحده يبقى معلقه صغيره، انا عشان عامله مع كوبايتين حاطه معلقه ممسوحه كبيره. معلقه صغيره بيكنج باودر مع مع الخميره، وهنحط نص معلقه سكر، وهضيف ظرف فانيليا، وذره من الملح، يعني حاجه صغيره لا تذكر كده، ملح دي سنه بس يعني كده مش اكتر. دلوقتي هقلب المكونات اللي انا حطيتها دي في الخلاط كده بالمعلقه بالشكل ده كده، وابتدي انزل عليهم بكوبايتين من الميه. كل كوبايه من الدقيق ليها كوبايه ميه، ولو احتاجت ميه تاني انا هزود لها. الكوبايه دي بتاخد مقدار كوبايتين من الميه، هنزل بيها كلها كده بسم الله، ونبتدي نشغل الخلاط على العجينه بتاعتنا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. لسه ما حطيتيش لايك؟ يلا حطي لايك. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي عزه وقناتي اسمها اكلات مصريه مع عزه نصر. متنسيش في اللايك في الاشتراك في القناه يا قمر. دلوقتي انا حسيت ان العجينه بتاعتي تقيله شويه، هحط لها كمان ربع كوبايه من الميه وهضرب، وهنشوف برضو القوام بتاعنا عامل ازاي. انا حضرت مصفى هنا، حطيتها اهي على الحله اللي انا هصفي فيها، وهبتدي اصفي الخليط اللي انا عملته عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع ولا اي شوائب بالشكل ده كده بس. وهبتدي اركن الخليط دوت حوالي ربع ساعه. عايزه العجينه بتاعت القطايف يا حبايب قلبي تكون بالقوام ده كده، شايفين؟ لا خفيفه ولا تقيله. انا بقى هبتدي اسيبها ربع ساعه تستريح، وهنيجي نشوف طريقه التسويه بتاعتها وهتطلع عامله معانا ازاي. تطلع معاكي طريقه ناجحه جدا جدا جدا. دلوقتي يا حبايب قلبي معاكي طاسه هنا غير لاصقه، تعملي فيها جرانيت او تيفال، لكن الالومنيوم مش هينفع تعملي فيها لانها هتلزق فيها. الرحيم لازم قبل ما تعمليها ترجيها كده، وننزل كده في الطاسه بالشكل ده كده. الحجم بقى انت بتتحكمي فيه على حسب ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره، اعملي الحجم اللي يناسبك، بس لازم تكون الطاسه سخنه. وفي طريقه التسويه تهدي النار عليها وتسيبيها تستوي براحتها، ما بتاخدش دقيقه على النار. اول ما تعمل فقاقيع كده، شايفين الفقاقيع بتاعتها هتطلع صغيره وضيقه كده، تعرفي ان القطايف بتاعتك ناجحه والقطايف بتاعتك جميله جدا، هتطلع معاكي ممتازه. شايفين بقى الفقاقيع بتاعتها عامله ازاي ضيقه وكده. خلاص العجينه اتشربت كده، خلاص هي كده استوت. هبتدي احط السبيتيولا بتاعتي واطلعها. شايفين الجمال؟ طالما عامله الاطار الابيض دوت، تبقى كده القطايف بتاعتك ناجحه جدا جدا جدا. هنعمل نفس الطريقه برضو اهي. برضو كده طريقه التسويه اهيت كده عشان مش طولش عليكم بقى. شايفين الجمال؟ كده تمام. والقطايف بتاعتي لازم نحطها في فوطه اول ما بنطلعها على طول عشان تبقى طريه معاكي، ما تسيبهاش في الهواء هتنشف منك. دلوقتي انا خلصت القطايف بتاعتي بالشكل ده كده، عاملين حوالي كيلو الا ربع من القطايف. شايفين بقى القطايفايه طالعه الاخرام بتاعتها ضيقه؟ شايفين يا جماعه؟ يلا بقى تعالوا نشوف هنحشيها بايه. انا هحشي منها بالمكسرات والسوداني، وهحشي منها بالتمر زي ما انتم شايفين كده، بالتمر تبقى تحفه. هنحشي منها وهنشوف هنعمل ايه. يلا تعالوا نشوف هتتقفل معانا بسهوله ولا لا. دلوقتي اهو انا عامله حشو من السوداني والفستق وعين الجمل وجوز الهند. هبتدي بقى بصوا اهو، شايفين؟ شايفين يا حبايب قلبي؟ اهي اهي
وطالما عامله الاطار الابيض دوت كده، اعرفي ان انت القطايف بتاعتك طالعه ناجحه جدا جدا جدا. اهو بالشكل ده كده. هبتدي احشي التانية بالشكل ده برضو اهو. نقفل من ناحيتين الاول كده عشان الحشو بتاعي ما يقعش مني. شايفين بتقفل وبتمسك جامد، مش هتفك مني وانا بقلي ولا اي حاجه اهو بالشكل ده كده. التمر بقى هنعمل واحده بالتمر اهو. حط التمر برضو كده، فصصي التمرايه كده اهو، حطوها كده. وممكن تحط عليها بردك حبه من المكسرات مع التمر بالشكل ده. هنبتدي برضو نقفل عليها اهو. هكمل بقى بقيه الكميه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهنيجي نقليها مع بعض واوريكم طالعه عامله ازاي معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقلي القطايف بتاعتنا. طبعا ابني بيساعدني عايز يعمل معايا القطايف. حط بايدك يا حسام، حط بايدك على طول. طبعا شربات القطايف يا جماعه بيبقى تقيل بالشكل ده كده. كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه على عصره ليمون على باكو فانيليا. شايفين معايا يا حبايب قلبي بقلب اهوت، مفيش ولا واحده فتحت في الزيت. هنبتدي نطلع بقى، صفي كويس من الزيت وتحطيها في قلب الشربات، تسيبيها لمده 5 دقايق تشرب الشربات بتاعها، ونصفيها برده في مصفى ونحطها في الطبق، نرصها في الطبق التقديم. وبكده تكون القطايف بتاعتنا خلصت. طعمها جميل وشكلها تحفه. شايفين يا جماعه؟ شايفين طريه وبتقرمش في نفس الوقت. شايفين الحشوه فيها من جوه عامله ازاي؟ القطايف طالعه خطيره خطيره. روعه روعه روعه. جربيها ومش هتندمي. ما تعتمدي الطريقه دي على طول. وخش على قناتي برضه في طريقه تانية عاملاها بالخميره بس من غير دي السميد والدقيق، تحفه برضه. جربي الطريقه بتاعتي يا قمر. وكل سنه وانتم طيبين. متنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. سلام.